السلام عليكم، نتمنى كامل تكونوا بخير. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. جبت لكم في فيديو اليوم كما راكم تشوفوا حبيباتي خرجة استكشافية للواد البارد اللي كنا سمعنا بزاف عليه وكنا حابين نشوفوا المنطقة يعني ونشوفوا المكان ونشوفوا الواد البارد، ولكن للأسف حبيباتي يعني الرحلة كانت جد يعني متعبة، وكانت ثاني عيانة كي لحقنا للمكان يعني المنطقة يعني ولا المكان تاع الواد البارد كان عيان بزاف، ومخصوص يعني للمرافق ومخصوص بزاف حاجات سورتو الطريق يعني الطريق تاعها بزاف عيانة. كما راكم تشوفوا يعني بالطونوبيل وواعرة صعبة بزاف، خصوصا وحنا يعني كنا خذينا الطريق يعني ما رحناش على تيزين بشار، رحنا على البابور. كما راكم تشوفوا الطريق هذه كانت بزاف صعيبه وبزاف واعره، ومام يعني الطريق المؤديه يعني للواد البارد واعره بزاف وماشي مخدومه، يعني الطريق بيست يعني ماشي غودرون كامل، ماشي مخدومه عيانه، يعني الطوموبيل تتعب وانتي كذلك تتعبين. مناظر يعني الله يبارك يعني كما راكم تشوفوا مناظر الطبيعيه يعني رائعه، ولكن يعني يفتقر بزاف يعني يفتقر بزاف المكان للمرافق، ويفتقر يعني الاماكن تاع باش يقعدوا الناس اليز وكامل عيان. ما كانش اماكن يعني وين تقعدي ابار يعني هذوك تاع لي ريستورون اللي دايرينهم هكذا كراسه وطوا بالكامل تابعين يعني لاصحاب المحلات ولا اصحاب لي ريستورون اللي تما سما ما تقدريش تريحي فيهم اليز تقعدي اذا كنتي رايحه تاكلي تما وكامل، سينو ما تقدريش تقعدي سما. كي تحبي تدي حصيره معاك وتقعدي يعني في مكان واحد اخر ما كانش وين تقعدي، يعني كاين الحجر بزاف كاين التراب، ما كانش يعني وين تقعدي كامل. انا ما عجبتنيش كامل البلاصه، هما كانوا داروا لها اشهار يعني بزاف وكانوا يقولوا بلي مكان هايل وكان صح مكان مليح ومكان جميل يعني، والمنظر يعني تاع الطبيعه رائع بزاف، بصح المكان ناقصو بزاف يعني تطور ناقصو بزاف خدمه كيما نقولوا حنايا باش يعني يسقموه ويديروا اماكن يعني للعائلات وين يريحوا العائلات لي فامي هكذا ابار، يعني كيما قلت لكم هذوك الاماكن اللي خصهم اصحاب المحلات كيما راكم تشوفوا هذو ما شغل ما على باليش انايا كيفاش داروهم هكذا. كيما راكم تشوفوا هنا اماكن داروا طوابل وكراسه ابار سا يعني ما كانش وين تريحي، كاين بزاف التراب كاين بزاف ما كانش وين تقعدي كامل غير شويه تراب منا سما تحطي حصيره تدي حصيره هكذا تحطيها تولي كامل معمره بالتراب ما كانش وين تريحي. الواد تاني كان فيه ريحه عيانه، كان ماشي نظيف، خطاش اصحاب المحلات شفتهم يعني بعيني كي كانوا يغسلوا في المحلات تاعهم ولا يسيقوا في المحلات تاعهم ويرميوا في الصابون تاعهم تما في الواد كلش، يعني الفضلات تاع المحلات اكرمكم الله كامل راهي تصب في هذاك الواد، يعني راهو يعني دونجي على الصحه، يعني سورتو اطفال يعني صغار كامل يكونوا يعوموا تما قادرين يشربوا هذاك الماء يمرضوا ولا تجيهم حساسيه في لابو تاعهم ولا ما على باليش انا واش راح يكون. يعني حنا غير وصلنا لحقنا مع شفنا الدعوه هكذا صافا با عاودنا يعني درنا دومي تور ما عجبناش الحال كامل كيما راكم تشوفوا ما كاش اماكن وين تريحي. ما عجبنيش، المهم انا المكان ما عجبنيش صح المنطقه يعني والله المناظر الطبيعيه كما كنت سبق لي قلت لكم مناظر مليحه، ولكن يفتقر يعني للمرافق العامه ولا المرافق سما اللي يخدموهم يعني تخدمهم الدوله ولا سما باش الناس تريح اليز. راهو بزاف مازال ماهوش في تطور، يعني لازم يتطور اكثر فاكثر باش الناس يكون الاقبال يعني عليه. انا راني حيره يعني هذا الاشهار اللي داروه له ما يسهلش يعني كامل هذا الاشهار باسكو المنطقه يعني ماشي مليحه كامل، وكاين لقينا ثاني الناس ثما الانطباعات تاعهم يعني كانت نفس الانطباعات تاعنا ما عجبهمش الحال كامل، سورتو الناس اللي جات اول مره. يعني كاين بزاف الناس يعني انا ناكد ونجزم يعني باللي الناس اللي تروح ليه مره ما تجيش تعاود تروح خاطراش ما يعجبهاش الحال هذه، يعني نتاسفوا. هو المكان صح كما قلنا خلاب والمناظر رائعه وخلابه، ولكن يفتقر للمرافق ماهوش مخدوم كامل. على عكس يعني الواد تاعنا تاع حمام قرقور، انا ندعو يعني الجميع من هذا المنبر باش يزوروه، راهو واد رائع جدا ويعني فيه مرافق ومام الطريق تاعو مليحه يعني غودرون طوموبيلات تقاري
يعني غراتوي، ما كانش كاين يعني الباركينغ الفوق هذاك باين وحده، ومن تحت كي تقدمي للواد كاين وين تقاري وغراتوي، يعني ماشي كيما هما يجروا موراك باش تخلصيهم ومن بعد الطوموبيل ما يعسوهالكش. سبحان الله ما كانش ميم با وين تقاري، الطريق راني نقول لكم بيست تراب، يعني تراب وكامل، ما كانش الطوموبيل ولات غبره برك. يعني نتاسفوا. هذه هي. كنا ومن بعدها حبيباتي بعد ما عجبتناش هذيك الرحله كنا ولينا رحنا درنا دوميتور، عاودنا ولينا للسطيف كما راكم تشوفوا الحديقه التسليه تاع سطيف. كانوا دايرين معرض هكذا للصناعات التقليديه. انا نشجع هذه الصناعات التقليديه اليدويه. ولاد بلادنا يعني نسميهم ابطال، يعني بمعنى الكلمه، اللي يصنعوا هذه التحف الفنيه ولا الانامل الذهبيه اللي يصنعوا هذه التحف الفنيه. نشجعهم ونرفع لهم الشابو من هذا المنبر ونقول لهم برافو، وكملوا في الخدمه تاعكم هذه الخدمه النبيله كما يقولوا يفنى مال الجدين وتبقى حرفه اليدين. لذا نشجعهم خصوصا اللي يخدموا حاجه يعني باليد راهي تبقى. نتمنى يطوروا يعني من انفسهم ويكملوا في هذه الصنعه تاعهم. يعني برافو. شوفوا هذوك التحف الفنيه، هذو لي سوفونير يشريوهم كيما هكذا، اللي يجيو السياح ولا يجيو الزوار هكذا يشريو التحف الفنيه هذو ويديهم معاهم كوم كادو هكذا، ولا دي سوفونير يخبيهم ولا يزينوا بهم المنزل تاعهم. رائعين جدا. شوفوا خصوصا هذو السلات شحال عجبوني، سليلات شابين بزاف. شوفوا هايلين روعه، يعني يصلحوا البحر الخرجات شابين بزاف. كاين بزاف يعني عفايس حطوهم في هذا المعرض، انا عجبوني بزاف كما راكم تشوفوا. شوفوا تحف فنيه. كذلك كاين الالبسه ثاني التقليديه، كاين هكذا دي سوفونير كما كنت قلت لكم، يعني تقدروا تقتنيهم. يعني الاسعار تاعهم يعني جد جد مناسبه، اسعار يعني كما نقولوا رمزيه، يعني ماشي اسعار كبيره. هذه هي حبيباتي بارابور يعني اماكن واحد اخرين راح تلقاو فيهم هكذا لي سوفونير تلقاهم غاليين بزاف بزاف. هذه هي حبيباتي. نتمنى يعني تزوروا المتحف هذا ولا تزوروا هذا الخيم هذو اللي داروهم تاع الصناعات التقليديه وتشرفوهم يعني بالزياره تاعكم. كذلك كنت شفتهم هنايا ثاني حاطين البسيسه هذه، شوفوا روينه بالمكسرات هذه هايله بزاف، يعني تقدروا تقتنيوا منها راهم دايرينها يعني بالميزان. كذلك كاين هذو المواد الطبيعيه ولا مواد التجميل الطبيعيه هذو كيما الصابون بالنيله الزرقاء بالكبريت باش تعشب تاع بزاف، يعني كل واحد واش يناسب النوع تاع البشره. كاين بزاف يعني كريمات تاع التبييض كذلك، يعني زوروه وراح تكتشفوا واش كاين فيه. كذلك هنايا كانوا يبيعوا الحلويات هذوما، بعض الحلويات هكذا. كاين الشاي كذلك، يعني كاين بزاف عفايس، يعني كاين كلش يعني واش تقدري تشري. والاسعار يعني في متناول الجميع كيما الداخل كيما البرا، يعني نقول لكم راهم اسعار هايله. والدخله تاع البارك كيما كنت سبق لي قلت لكم راهي مجانيه، يعني الدخول راه مجاني، تدخلي وانتي اليز، يعني ما تقدري ما تخلصي ولا شيء، يعني كيما تلعبيش في الالعاب راه كيما راحيش تخلصي. يعني هذه هايله كما راني نقول لكم، التفاته يعني رائعه. كذلك شوفوا هنايا اللي يبيعوا لا كريم ثاني نحييهم من هذا المنبر ونقول لهم يعني برافو، لا كريم تاعهم بزاف بنين. ونتمنى تكون الجوله تاعي نالت اعجابكم وتشرفونا بالزياره تاعكم.